يا مساء الخيرات على احلى متابعين في الدنيا. طبعا دي ايه يا رشروشه؟ هو نص كيلو لبن عملت بيه ايه الحاجات الجميله ده. عباره عن ايه بقى؟ ربع كيلو رز، تمام، كوبايه صغيره مج الشاي تمليه رز وبغسله كويس واحطه في حله كبيره زي ما انت شايفه كده. طب ليه الحله الكبيره؟ عشان ياخد راحته ويبقى يعني هيزيد معاكي والكميه تبقى متضاعفه لما تكون الحله كبيره. تمام اهو. اول حاجه عملت بقى غسلت اللي هي كوبايه الرز دي وقمت نازله بيها برتل ونص ميه، رتل ونص ميه على ربع كوبايه رز. تمام. واول ما غلى معايا قمت مهديه عليه. بعد كده خلاص لقيته بقى تقل وعمل سمك حلو كده، قمت جايبه نص كيلو لبن وقمت كباه عليه مباشر. وبعد كده جبت كوبايه فيها 5 معالق نشا. طبعا السكر اختياري، انا بالنسبه لي حاطه ربع كوبايه سكر. تمام. زائد معلقه فانيليا او كيس. اللهم صل على محمد. وقلبتهم على بعض ونزلت بيهم والف هنا وشفا. شايفين بقى الجمال والحلاوه. طب كل الحكايه هي ايه بقى؟ ب5 جنيه جوز الهند، ب5 جنيه زبيب، مفيش اي تكاليف خالص يعني. يلا نشوف ايه رايكم. شايفين بقى الجمال والحلاوه. هو نص كيلو لبن ب10 جنيه زبيب هند، قصدي جوز هند على زبيب. تمام. واحلى حاجات حلوه تعملها للاولاد. مفيش فيه اي تكاليف خالص. طبعا بقى انت لو في اي كافيتيريا او في اي كافيه مش اقل من حوالي 35 جنيه الطبق ده او الكاس ده. يلا انت كمان الشطاري واعملي زيي، ما تنسيش تقولي رايك، تعليقات جميله ولايكات حلوه. في امان الله مع فيديو جديد ان شاء الله. الله. تقولي بقى حاجه الفخراني. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الجمال والحلويات. الله. طبعا عندنا هنا في اجا افخم حلويات بليله ورز بلبن وحاجات حلوه. بسم الله ما شاء الله. يلا انت كمان شطارة واعملي زيي، ما تنسيش تقولي رايك. في امان الله مع فيديو جديد ان شاء الله.